بحبها وما اقدرش ارفض لها طلب. لما قالت لي شرطي الوحيد ان اختي ما تسيبنيش ابدا وتعيش معايا، قلت لها تعيش معانا ازاي؟ طب ما تخليها قاعده في الشقه. قالت لي لا مش هينفع، دي في مرحله ثانوي وراحه جامعه ومش هينفع، ما انت عارف ملناش حد وبابا وماما متوفيين، يعني هسيبها مع مين؟ بصراحه كنت مانع في الاول، لكن قلت خلاص ايه المشكله يعني، هنخصص لها اوضه وتقعد معانا، ما هي زي اختي بالظبط. لكن اللي حصل غير كده، وتعبت جدا من اللي حصل، بس اعمل ايه؟ ما قدرتش امنع نفسي. اتجوزتها وجت اختها بعد اول اسبوع. طبعا كان اول اسبوع سافرنا فيه، وجت بعدها وعاشت معانا. انا بحب مراتي جدا، واكتر حاجة موضوع العلاقة ما بيننا احنا الاتنين، احنا متوافقين جدا لدرجة ان انا بنسى نفسي وهي كمان، وبننسى ان اختها عايشة معانا، لدرجة ان ساعات بقول لمراتي واحنا مع بعض وطي صوتك شوية. انا ما احبش ابقى كده، او ما احبش ان انا في الموضوع ده ابقى مش واخد حريتي، بس اعمل ايه في اختها؟ ممكن وهي معديه تسمع صوت كده ولا كده، لكن مراتي بقى كان صوتها كان عالي، بالذات في الموضوع ده بتنسى نفسها. والمواضيع لما بتسخن ما بينا بصراحة بننسى نفسنا، لكن مراتي هي اللي كان صوتها عالي شوية، وده اللي كان بيضايقني، ان هي كانت حكمانة شوية في عيشتنا. يعني مش قادر ابقى مع مراتي حريتي في الشقة او كده، هقول مش مشكلة مادام هي كويسة، خلاص انا عاوزي اكتر من كده، جت على الموضوع ده يعني مش مشكلة. طبعا احنا في شهر العسل والمواضيع دي عندنا بتبقى سخنة شوية في الاول، بس هي ماشية. بدأت احس ان اختي مراتي يعني بدأت تبصلي شوية، بدأت تبقى قاعدة كده، يعني بحس ان هي كأنها سمع حاجة او سمعت حاجة، مش عارف. بس بصراحة بدأت احس ان انا متضايق من وجودها، ان انا مش عارف اخد راحتي. مراتي بدأت تنزل الشغل تاني بعد شهر العسل، وانا كمان ساعات برجع بمراتي او نرجع مع بعض على حسب اللي بيخلص شغل الاول. وكنت برجع طبعا الاقيها قاعدة في البيت مثلا تعمل لنا حاجة بتاع. بدأت تاخد عليا شوية بشوية، بدأت الاقيها تقول لي يعني هو ايه اللي بيحصل في الراجل بين الراجل ومراته؟ اقول لها ايه اللي بيحصل؟ انت ليه تسألي حاجة زي كده؟ حاجة دي انت لسه صغيرة عليها. بتقولي على فكرة انا مش صغيرة، انا في اولى جامعة ودي حاجة عادية. وبعدين انا بسأل سؤال علمي. قلت لها طب انا هقول لك ايه بقى، انا مش عارف. ايه بيسألوا اختك يا ست؟ قالت لي لا انا عايزاك انت اللي تجاوب. بصراحة سبتها وما ردتش ودخلت اوضتي. قلت يا البت دي مالها كده؟ بدأت احس ان هي بدأت تلبس حاجات كده يعني رخمة شوية، ما ينفعش ان واحدة في سنها تلبس كده. طبعا مراتي ما بتاخدش بالها من الحاجات دي. مراتي بدأ يبان عليها الأعراض حمل، وفعلا راحت كشفت وعرفت ان هي حامل. بدأت تتعب وبدأت ما تنزلش الشغل كتير، وبدأت حاجات كتيرة بتاخد اجازات، ما بتقدرش تعمل اي حاجة، لدرجة ان هي اهملتني واهملت بيتها واهملت شكلها. انا عذرها وكل حاجة، بس برضه انا راجل، واختها دي كمان مش سايباني في حالي. بدأت تسهر معايا، تشوفني قاعد فاتح التلفزيون تخرج تقعد جنبي، الاقيها لابسة شورت مرة، لابسة قميص كده قصير مرة، من بتاع البنات الحاجات القطن دي. بس بصراحة علقيها كان بيبقى يجنن، بعد طبعا ما مراتي نايمة على طول او كده، وتقعد تسألني تقولي على فكرة انا سألتك قبل كده. قلت لها على فكرة عادي. بتقولي لا مش عادي، اصل انا بصراحة ما تزعلش، اقول لك حاجة وما تزعلش. قلت لها يا ستي قولي. قالت لي اصل انا بسمع صوتكم بالليل. قلت لها بتسمعي ازاي بقى؟ قالت لي ببقى بالصادف يعني رايحة المطبخ او الحمام بسمع، بس بالاكتر صوت اختي، بسمع صوتك بسيط بس صوت اختي. هي بتبقى ليه يعني الصوت ده بيطلع قوي كده؟ هي الحاجة دي حلوة؟ بصيت لها كده ما عرفتش ارد، وبدأت اتابع تاني في التلفزيون، لقيتها بتكرر نفس الكلام، بتقول لي على فكرة انت بردتش، وعلى فكرة بقى دي حاجة عادية جدا، مش ممكن انا اخش على النت او اشوف حاجة واعرف كل حاجة، فانا بسألك عادي يعني. قلت لها لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض بتبقى حاجة كويسة على فكرة، وبتبقى يعني ممكن الواحدة غصب عنها او الواحد بيبقى فيه صوت او كده. بعدين كفاية بقى كده وقومي عشان هتقومي بدري وكده. قالت لا انا مش هقوم بدري، انا بكرة ما عنديش كلية. بدأت بقى لما تحس ان مراتي او اختها يعني ما عادتش بتقدر كتير وبتنام كتير بالليل من بدري، بدأت تشتغل عليا، بدأت تلبس كل يوم اشكال والوان. بصراحة اختها جسمها
أنا مكنتش واخد بالي منها، بس هي اللي خلتني أخد بالي من جسمها. بدأت كل يوم تيجي تقعد، يعني ساعات تلاقيني مثلا متعصب، تقول انت متعصب مني، انا ممكن على فكرة اسيب البيت وامشي. اقول لها لا ما فيش حاجة، دي بس شوية مشاكل في الشغل. لقيتها بتقول لي طب على فكرة الموضوع ده هيضيعه حاجة واحدة. قلت لها بقى ايه اللي هيضيع المشاكل اللي عندي؟ قالت لي لا مش هتضيع المشاكل، بس هتهدي جسمك. قلت لها ايه هو اللي هيهدي جسمي؟ قالت لي انت محتاج مساج ومن حد بيفهم. قلت لها وانت بقى بتفهمي في المساج؟ قالت لي ايوه طبعا، انا كنت بتفرج على الحاجات دي لان كنت عايزه اشتغل في مركز مساج، بس اختي ما موافقتش، والحاجات دي سهله جدا. ايه رايك اجرب لك دلوقتي؟ يمكن ترتاح وتعرف تنام. طب يلا يلا. قلت لها يا ستي مش عايز. قالت لي لا جرب مره واحده. قلت لها طيب ماشي. قالت لي خلاص، ايه رايك في اوضتي ولا فين؟ قلت لها في اوضتك ازاي يعني؟ قالت لي على فكره عادي، طب خليها على الكنبه ديت. قلت لها ما فيش مشكله. قالت لي خلاص، اقلع التيشيرت دوت وانا هجيب زيت من عندي وهشوف المساج ده هيعمل فيك ايه. فعلا بدأت تدعك لي مساج على ظهري. حسيت باسترخاء بعد كمان ما هدت الانوار وضلمت الدنيا شويه. حسيت ان انا في دنيا تانية. قالت لي انسى كل مشاكلك وركز بس في الهدوء وفكر في اي حاجه حلوه. فعلا غمضت عيني وبدأت تعمل مساج على ظهري. حسيت قد ايه ان هي شاطره. الله، طب اختها دي ما عملتليش ولا مره حاجه زي كده، شكلها يعني البيت دي مش هتجيبها البر. قلت لها كفايه كده. قالت لا خلاص 5 دقايق بالظبط وهنخلص، ما ينفعش تقوم في نص الجلسه. وفعلا بدات تعمل لي مساج، ولقيتها بدات يعني المواضيع ما بيننا تسخن. انا زي ما قلت لكم بقالي فتره محروم من مراتي، ومراتي كمان حملت بدري، ما اديتناش فرصه حتى نتمتع مع بعض. حصلت ما بيني وما بينها، بس هي اللي كانت بادئه الموضوع ده. بس طبعا مع العلم ان هي بنت، يعني كله حاجات يعني خارجية. بدأت كل يوم تيجي جنبي وتقولي أنا حابة النهاردة أعمل لك مساج. زي ما تقولوا كده الموضوع ده بقى إدمان بالنسبة لي. وهي البنت حسيت إن هي يعني بغير أختها خالص. أختها يمكن فيها شوية برود، لكن البنت دي جننتني، خلتني بقيتش أفكر في مراتي، بفكر فيها وبقول يا ريتها هي اللي كانت مراتي، كنت بصراحة هتمتع معاها. دلوقتي أنا عايش مع أختها وعايش معاها، بس بدأت أحبها هي، بدأت أحب الموضوع ده معاها، مع إني يعني مفيش علاقة زي المتجوزين، لكن بدأت أعمل لها وأعمل لكل حاجة حلوة بتعملها لي. تعمل لي أكلي وتعمل لي شربي، تريحني، وبنرتاح أنا وهي بالليل، يعني في حاجات كتيرة. بس أنا دلوقتي حاسس بالذنب. مراتي كنت بحبها، لكن دلوقتي هي حامل وتعبانة، وما كانتش كده، حاسس إن هي كانت باردة. حسيت بالحب، وإن الواحدة تبقى يعني متلهفة على الشخص اللي معاه، منها هي من أختها الصغيرة. بدأنا كل يوم مع بعض، هي تنام من هنا وأنا وأختها قاعدين مع بعض برا. وصراحة ما كنتش قادر أمسك نفسي عليها أكتر من كده. أنا بخاف إن أنا أضيعها في لحظة تيش، بس أنا فعلا مش قادر، ولا قادر أخليها تمشي، ولا قادر أمنع نفسي عنها. أنا بحبها، مش عارف أعمل إيه. الموضوع صعب جدا إن أكون عايش بين اتنين، وفي نفس الوقت مش قادر أفصلهم عن بعض أو